ما صراتلكش في يوم من الأيام ولا حالة من أنك يكون معك شخص ما ويكون يتكلم معك في موضوع ما وانت العقل تاعك يكون خارج نطاق التغطية إن صح التعبير؟ هذا الشخص هذا انت قدرت أنك ما تسمعلوش وما تسمعوش خلاص، يعني أنك سبريميت أو مسحت هذا الشخص حتى ولو كان طول عرض وفمه عند ودنك وما قدرتش أنك تسمعه. لماذا؟ لأنه كنت عقلك كان بعيد، كان في أمر آخر. هل حصل لك هذا الشيء؟ عمرك ولا تسألت أنه هذه قدرة كبيرة عطيها لك الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه القدرة وهذه القوة هي كبيرة أم صغيرة؟ طبعا أكيد راح تقول لي القوة هذه كبيرة والقدرة هذه كبيرة، إذا علاش مش راك مستعمل هذه القدرة ولا أنت تستعملها في أمر لما تقول راني بعيد؟ يعني أنك راك في شيء مطلقا أنه أمر سلبي، عمره ولا كان راح يكون إيجابي، أليس كذلك؟ فإذا كنت قادر أنت أنك لما تركز على هذاك الأمر اللي كان في عقلك كنت قادر أنك تمحي ذلك الشخص في تلك اللحظة بالذات، إذا أنت قادر أنك تمحي الأمور السلبية من حياتك لما تركز على أمور إيجابية في حياتك، أليس كذلك؟ فراح تكتشف أنك هذه القدرة أنك مآمن بها في الأمور السلبية عوض أن تتآمن بها في الأمور الإيجابية. وهذه هي الشجاعة في حد ذاتها. لما تركز على السعادة يبدأ الخوف والقلق والاكتئاب يتلاشوا من حياتك.